حكينا لكم بحلقة السينما كيف بلشت الأفلام صامتة بالبداية، لا صوت ولا موسيقى ولا مؤثرات ولا شيء، بس كنا عم نحكي عربيا وقتها. أما الأمريكان يا معلم فكانوا سابقيننا كتير، يعني وقتها كنا عم نعمل فيلم صامت بالخمسينات كانوا الأمريكان مخلصين من قصة الفيلم الصامت من 20 سنة وعاملين فيلم اسمه ذا جاز سينجر، مغني الجاز يعني. بس للأمانة هذا الفيلم تصور كفيلم صامت بالبداية، وكانوا يكتبوا لك الحوارات بين الشخصيات كتابة. هون تحديدا بهي اللحظة بلش الدوبلاج يا معلم، واللي هلكوا لحتى ساووه اصلا، لانه التكنولوجيا مثل ما كنتوا بتعرفوا بهداك الوقت كانت لسه يا دوب وعايفة حالها. بالثلاثينات قدروا يدبلجوا هذا الفيلم، يعني تصور بالبداية كفيلم صامت وبعدين حطوا له صوت. ما عم بفهم يا زلمة انه يوم اللي عملوا فيلم صامت عملوه فيلم غنائي. وبعدين انطلق الدوبلاج بقى، بس البداية كانت بمطلع الثلاثينات واشتهر جدا بدول اوروبا، اللي صاروا يدبلجوا افلام لبعضهم البعض، الماني، ايطالي، فرنسي، كله يدبلج لبعضه. ويعتبر فيلم سنو وايت بياض الثلج واللي كان انتاج 1937 احد اكثر الافلام اللي اتدبلجت للغات عديدة بهداك الوقت. I said, how do you do? How do you do what? طيب والعرب، بعد الانترو رح نحكي عن اسماء عربية اشتغلوا وابدعوا بهذا المجال، الدوبلاج واللي دبلج واللي دبلجوه بعد الانترو. يمكن تفكر انه الدوبلاج هو مجرد صوت بنحط فوق كلام، يعني مدبلج بحط صوته فوق شخصية بفيلم، طبعا بعد عزل صوتها للشخصية الأصلية. لا، ما هيك يا حبيبي، الموضوع أعقد من هيك بكتير، عملية مركبة وفيها شغل كتير، ورح نحكي عنها بسياق الحلقة. هيا نوري على هنا طب لي ابتعد عني. هدف لحسان. طيب لطمنك بالبداية انه اللي بلش بهذا المجال مانن السوريين، عربيا عم نحكي. اللي بلشوا بهذا المجال مع بعضهم بنفس الفترة هن المصريين واللبنانيين، كل واحد فيهم ابدع بمجال معين، ورح نحكي عن هالبلدين شو عملوا بهذا المجال. رح نبلش بمصر ام الدنيا. هو في لعنة اكتر من اللي احنا فيها دي؟ بيقول لك قلعنا ولا قلعنا، ما تشوفوا الموضوع يا جدعان، ده دخل في قلة الادب. المصريين بمطلع السبعينات دبلجوا الفيلم اللي حكينا لكم عنه انه اكثر فيلم الدبلج، ايوه سنو وايت بياض الثلج. فاطمة مظهر اول فنانة عربية بتحط صوتها على عمل عالمي مدبلج، وهي اللي عملت شخصية سنو وايت، وشركة والت ديزني اختارتها بالاسم لحتى تاخذ هي الشخصية. وكانت ديزني وقتها اول مرة بتفوت على الشرق الاوسط، وهي اول تجربة رح تصير. بس اللي صار مبهر واستثنائي، لانه ما رح يتدبلج للغة العربية الفصحى وانما للهجة المصرية المحلية. شخصية سنو وايت نفذتها فاطمة مظهر فقط أثناء الكلام، أما أثناء الغناء فكانوا بحاجة صوت جميل بيشبه صوت فاطمة مظهر وبنفس الوقت بيحمل طابع أوبرالي. رتيبة الحفني من أهم مغني الأوبرا حول العالم هي اللي حطت صوتها أثناء الغناء بدل سنو وايت. وصراحة أسماء كتير اشتغلت بهذا الفيلم، الفنان عبد الوارث عسر، والفنانة ميرفت سعيد، وملك الجمل، والفنان جمال إسماعيل. انت لوحدك يا حلوة؟ أيوه، تسألي ليه يا خالة؟ أنا حضرت الفيلم بالمصري، وهذا الحكي من زمان على الفيديو سي دي، وحضرته أيضا مترجم. النسخة المصرية بتخطف لك قلبك قد ما حلوة. وقت الغناء بتحس حالك عم تحضر فيلم مصري من أيام الزمن الجميل الأبيض والأسود، وبوقت الحوارات بتحس حالك عم تحضر فيلم نزل امبارح. For the one I love to find. فينا نقول انه المصريين كانوا الوكيل الاول والحصري بالمنطقه العربيه، وقفوا فتره ورجعوا كملوا لحد يومنا هذا. من الافلام اللي اتدبلجت بمصر ونجحت نجاح كبير فيلم ليون كينج، واللي شارك فيه نجوم كبار بمصر مثل الفنان سعيد صالح والفنان محمد هنيدي. وتخيل انه شخصيه سكار اللي عملها الفنان عبد الرحمن ابو زهره اخذ عليها جائزه قيمتها $2000 كافضل حدا دبلج هي الشخصيه. هو عنده حق، مكان خطير زي ده ما يروحوش الا الاسود الشجعان. ما أنا شجاع. تجربة والله. خدت $2000 يا ساتر يا رب. مكافأة. حاجة جامدة قوي. هم قالوا أحسن واحد من الأعمال المترجمة.
ساندريلا وبوكاهانتس وتيمون وبومبا، ويا سلام على تيمون وبومبا، أداء صوتي خرافي وكوميديا مذهلة. تخيل ان شله من الاموات الملكيه بيراقبونا. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ الشطارة ما بس بالصوت، بدك ترجمة تناسب الصوت، وتلحن أغاني وتكتب كلمات تناسب الأغاني الأصلية بالفيلم. ليه شايفة كل الأحلام واقفة في مفترق النهر تمام. وعندك فيلم الفارس والأميرة، كل نجوم مصر شاركوا فيه. كانت الفنانة عبلة كامل عاملة شخصية كتير مضحكة بأداء صوتي أقل ما يقال عنه إنه فظيع. قدرت تعمل مشاهد مع الفنان محمد هنيدي قاتلة من الضحك. سهيلة يا اختي، ولعي بقى ولعي. تلك الممسوسة عود الخيزران النشط. وعلى صعيد الأعمال الدينية المدبلجة باللغة العربية واللي تمت دبلجتها وصناعتها بمصر، هالمرة كانت باللغة العربية الفصحى واشتغل فيها نجوم كبار من مصر، أمثال الفنان الرائع يحيى الفخراني والفنانة حنان الترك وغيرهم كتير. الآن عليك أن تواصل دراستك وتحفظ القرآن الكريم. إذا بدنا نحكي دوبلاج لغة عربية فصحى كرتون، بدك تقلي سوريا فورا. أي نعم، السوريين طوروا هذا المجال بشكل مبهر، ما بس كدوبلاج وإنما كغناء وتلحين وكتابة. بس لبنان كانت سباقة بمجال الدوبلاج الكرتوني والتلفزيوني وباللغة العربية الفصحى السليمة من منتصف السبعينات لنهاية الثمانينات. بالسبعينات مثلا كان في كذا عمل إلنا ذكريات معهم، مثلا كرتون زينة ونحول. الدوبلاج من أول لحظة بيخطفها وبيأسرها. أهلا بكم جميعا، أنا الجندب ويعرفونني أيضا بالأبوت. اسماعيل أيقوني بهذا المجال مع الفيرا يونس ووحيد جلال وأنطوانيت ملوحي وسمير شماس، سمارة نهرة وعمر الشماع ومحمد حيدر ورياض يزبك، والقائمة تطول. هي الأسماء دبلجت لنا أهم الأعمال الكرتونية اللي كانت تنعرض بهداك الوقت على التلفزيون اللبناني اللي كان كتير متطور قبل الحرب الأهلية، والمحطات الرسمية العربية، جراندايزر وساسوكي ورحلة عنابة وريمي الفتى الشريد وأليس في بلاد العجائب وبيل وسيباستيان. إن الذين يعرفون هذا النوع من الكلاب يخطئون بإطلاق النار عليه. وبلش بهذا المجال عراب هذا المجال نقوله أبو السمح، هو اللي دخل هذا المشروع للوطن العربي عن طريق أعمال كرتونية جميلة. وطبعا الدوبلاج بلبنان ما وقف هون، امتد ليشمل دبلجة الأعمال الأجنبية، وهون انفتح باب لبزنس جديد بالسوق راح يأثر على الشاشة لوقت طويل، وما منبالغ إذا قلنا راح يأثر عليها ليومنا هذا. كلياتكم بتعرفوا مسلسل الفصول الأربع صح؟ في حلقة كتير مشهورة اسمها كاساندرا بتحكي لك كيف الشعب السوري اتفاعل مع هذا المسلسل. المسلسل فنزويلي وتم عرضه عام 1992، بس ضل كم سنة لوصل لعنا وانعرض بال 96. حرفيا حلقة الفصول الأربع ما كانت مبالغة بكل التفاصيل. ما بتصدق قد ايه كانت سعادتي كبيرة وقت ما جمهوري قصدي الناس صاروا يشبهوني بكاساندرا. كان ترند قبل ترندات اليوم وترندات الانستا والتيك توك بكتير. البنات بيلبسوا مثل كاساندرا، العالم بتسمي بنتها كاساندرا، واذا بتمشي بالطريق ما بتلاقي الدومري. يعني بايام الحرب بتلاقي لك واحد اثنين ماشيين بالشارع، بس وقت عرض كاساندرا انسى يا معلم. يعني بكفي اقول لك انه نجيب كان يحضر كاساندرا حتى لو ما بده يعترف بالموضوع. خلينا نتفرج على هالتفاهه. مجدة، بدي اشوف السخافات لفين بدها توصل. المسلسل كان دبلجة اللبنانيين اللي هن سميرة بارودي بصوت كاساندرا وأنطوان كرباج ومحمد سعيد وغيرهم كتير. تبا لك يا ميغيل الخيل ديل سولزو ديل امور زابلاندينتو. المسلسل كان عبارة عن 150 حلقة، وهذا رقم وقدره يا معلم. وصار فيما بعد عرف بالأعمال المدبلجة لأنه ما بتوفي معه، إنه لسه كل يوم بدنا ننط على بلد شكل ونشتري مسلسل وحقوق وتوقيع وقصص، خلص بنجيبه كبير وبشبع أكتر. تنبأت لي بأجمل ما يمكن أن يتوقع المرء في حياته ومستقبله، وهل تصدقين ذلك؟ طبعا لا. وبعد كاساندرا ونجاحه الخارق ضربت يا معلم نافورة مسلسلات مكسيكية وفنزويلية وكولومبية، وذلك رغبة من الجمهور اللبناني المقيم أيضا بالدول اللاتينية. وطبعا هذا الكلام بعد الحرب الأهلية اللبنانية، ويمكن السبب أنه المهاجرين اللبنانيين اللي طلعوا برا صاروا يحكوا للناس عن المسلسلات اللي بتطلع بالدول اللاتينية، كولومبيا، إكوادور، تشيلي، فنزويلا، القصص. وأيضا الحرب اللبنانية أثرت أيضا على مسار الدبلاج
الدوبلاج بحد ذاته على حساب تصوير المسلسلات، لانه ببساطه صار تصوير المسلسلات بالاستديوهات صعب جدا بسبب قطعه الطرقات والوضع اللي مكهرب هناك. فتسجيل الصوت كان حل لاستمرار عجله الانتاج، يعني كانت ضروره بس ضروره مفيده، وفعلا كانت حل ناجح وذكي جدا جدا. الدبلجه اللبنانيه وعلى الرغم من انخفاض الطلب عليها الا انها ضلت تقدم بعض الاعمال اللي لساتها بذاكرتنا. وما بدنا ننسى المبدعه رانيا مروه اللي شاركت بدبلجه اعمال مهمه، يمكن اهمها توي ستوري، اضافه للممثل اللبناني بيير داغر ووليد الاشقر وغيرهم كتار. بس كل هاد ولساتنا بلبنان. وبصراحه سوريا بالوقت اللي كانت لبنان عم تخرب الدنيا بالمسلسلات، شي مكسيكي وشي فنزويلي، سوريا ما كان إلها علاقه بشيء اسمه دوبلاج الا بعض الافلام الوثائقيه، واللي كان وقتها جوزيف سمعان رائد ومبدع فيها، مع بعض المحاولات اللي ما نالت استحسان كتير، مع انه انعملت باستديوهات جوزيف سمعان نفسه. ليس لمجرد قولها ذلك، بل لأنها فعلا ذلك. كذلك تأثير سوريا كان محدود بهذا الوقت، بس القادم أعظم، لأنه سوريا رح يكون إلى التأثير الأكبر بخطوتين رح يعتبروا الأكبر في مجال الدبلجة. التأثير الأول كان على إيد الجنديين المجهولين اللي أثرهم بحياتنا لهذا اليوم، فايز الصباغ وماهر الحاجويس، حكينا لكم عنهم بحلقة سبيستون، فينكم ترجعوا لها. هن اللي افتتحوا مركز الزهرة لدبلجة الأنمي الياباني للغة العربية سنة 1985، وكان مقرها العاصمة دمشق، واللي كانت بذرة قناة شباب المستقبل. سبيستون اللي ظهرت عام 2000. هلا بالنسبة للفترة اللي بين 85 لل 2000 ما رح نحكي فيها كتير، لأنه بهذا الموسم من برنامجنا العتيق في حلقة كاملة اسمها الكرتون قبل سبيستون، رح تنعرض بعد فترة. يعني باختصار قبل ظهور سبيستون كانت الأعمال الكرتونية تنعرض بشكل عشوائي على قنوات عشوائية بتواقيت عشوائية، ويمكن كان أبرز الأعمال بهداك الوقت عدنان ولينا. ظهرت سبيستون ونظمت الأمور شوي، خلاص صار في قناة مخصصة لنا، وعلى الرغم من انه بدايتها كان الشغل كلياته بدمشق الا انه انعرضوا الاعمال على تلفزيون البحرين ولمده 7 ساعات بالنهار بس. وبسنه 2002 استقلت سبيستون للي بنعرفها الى يومنا هذا. يصر هويست على الانخراط في المهمة رغم إصابته، ولكن البروفيسور بولدر يعيده إلى القاعدة، واللي أثرت بكل شاب وبنت من خلال أعمال مأثرة فينا لحد هي اللحظة، مثل المحقق كونان وسالي وعهد الأصدقاء وسلام دانك والبوكيمون وأبطال الديجيتال وأنا وأخي ودروب ريمي. يعني إذا بضل عم عد للصبح ما بخلص. وتم افتتاح مكتب بدبي عام 2003 وليساعدوا بعملية الدبلجة وليزيد الإنتاج، وكان في كتير من السوريين المؤثرين، إن كان كدوبلاج مثل آمال سعد الدين ومأمون الرفاعي وبوسينة الشيا وأمل حويجة ومحمد خرماشة وإياس أبو غزالة ومروان فرحات والراحلة فدوى سليمان، مع الفنانة سمر كوكاش والمغيب زكي كورديلو الله يفك اسره. ولسه في كتير مؤثرين ما حكينا عنهم، بس حاسس انه حكينا كتير عن سبيستون. هي بتستاهل بس كتير حكينا، موضوع كتير مؤثر فيني من الطفولة، اكيد بطفولتكم كمان. ومن اجل الوصول الى تلك العصابة انتقلت للعيش في منزل العم توغو وران. واذا بدكم معلومات اكثر فينكم ترجعوا على حلقه سبيستون، وهي الحلقه نزلت بالموسم الاول من البرنامج. بس هلا الدور على الخطوه الثانيه، لانه مثل ما حكيت لكم سوريا عندها خطوتين بهذا المجال، واللي كان قائدها هي المره الفنانه السوريه لورا ابو اسعد، واللي خطر لها فكره ذكيه بهداك الوقت، انه بدل ما نجيب اعمال من امريكا الجنوبيه من اشخاص واماكن ما بتشبهنا، خلينا نروح عن بلد جار قريب بيشبهونا وبنشبههم، ونفس البيئه ان كان كبناء وطبيعه وان كان بالمجتمع اللي قضاياه تشبه قضايانا، غير انه اشكال الاشخاص والممثلين قريبين، فبأنتج لك دراما حديثه فيها ما فيها من الاحداث. وكل هاد متواجد بتركيا، يلي بدعم من المرحوم رئيس شركه ساما اديب خير صاحب الفضل الكبير بالدراما السوريه، واللي كان سباق وانتج مسلسلات كلياتها نجحت. على راس هي القائمه مسلسل ضيعه ومسلسل اهل الغرام، وفعلا تعتبر مسلسلات عملت طفره جديده بالدراما السوريه. أسعد خرشوف أبسط رجل في العالم، جار جوده ومصدر رزقه، يعمل كالدواب. ذكاء لورا ابو اسعد وشركه ساما كان بكثير تفاصيل. فمثلا لورا لما راحت على تركيا كانت عم تشتري الاعمال بالكيلو، يعني بتراب المصاري. يعني بنظر الشركات التركيه المنتجه هي عرضت المسلسل ويمكن من 2 و3 خلص ما عاد يسوى شيء، وعم يدوروا يشتغلوا شيء جديد. فلما اجت لورا ومع فكره الشراء لقوها جايه من السماء، يعني مصاري على منتج موجود وجاهز وعلى حسب العالم اللي كانت تشتغل بالمونتاج. والله الحلقات كانت تيجي بالشوالات، يمكن هن الكراتين نفسها اللي كان يهربون ابو شمله على الحدود. لك اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باهل تخريب الفوقه كلهم، ولك على راسي حياتي انتو.
مرحبا ابو شمله. شركة كرياتيف، عم نحكي عن سامة وما بتعرف شو بيطلع بعقلها، إضافة لتفاصيل صغيرة مثل تحويل الدبلجة للهجة سورية بسيطة وتغير أسامي الشخصيات لتصير بتشبهنا أكثر. الشعب العربي أعجب جدا بفكرة الدبلجة السورية واللي كانت لهجة مفهومة ومحبوبة لكثير من الدول العربية، لدرجة إنه بطلوا ياخذوا دوبلاج إلا من السوريين. أنا بحبك يا لميس. أما لتعرف أكثر عن تاريخ الأعمال التركية بدك تحضر الحلقة اللي عملت لك يا حبيبي، واللي كان اسمها بالموسم الأول شو عملت فينا المسلسلات التركية. قبل ما تجوا لهون على المكتب سألت عبد الحي سؤال. معلم بدك ترد تبيع البضاعة لياشار؟ عم تحاولي تسحبي مني حكي بجمالك الأخاس بعرف. هلا خلينا نحكي شوي عن شركة سامة. هي الشركة بالذات مذهلة، تقريبا أي شيء بتساويه بيكون جديد، رغم إنه بس عندهم 4 أو 5 أعمال، بس إذا بتشوفهم وبتشوف نتائجهم ما فينك تتجاهل عبقرية التسويق تبع هي الشركة. ضيعة مثلا حقق كل الأرقام بتكاليف إنتاجية بسيطة، مثل ما حكينا لكم بحلقة ابن الضيعة، وعملوا مسلسل أهل الغرام، قصص حب ما بتكمل قدرت تجذب الشباب والبنات ليتابعوها، وساهموا بالدوبلاج كتير، ويحسب لهم انه هن اول مين عمل دراما لبنانيه سوريه مشتركه، واول مين عرب مسلسل اجنبي وعملوه عربي بمسلسل روبي، واللي كان فيه مكسيم خليل وسيرين عبد النور، وهذا الشيء حاليا عم بيصير ودارج. وهلا بنرجع للدوبلاج. اما بالنسبه للمسلسلات الهنديه فقصتها ابسط من التركيه بكتير. ملياردير اسمه سوبهاش تشاندرا، شو هالاسم هذا؟ المهم حب يستثمر بالمسلسلات والافلام الهنديه، فعمل قناه اسمها زي افلام، وبعدها عمل قناه زي الوان لحتى ينشر الاعمال الهنديه بالعالم العربي، ونجحت محاولته لدرجه انه MBC بذات نفسها بتعمل قناه بتسميها MBC بوليوود لحتى تستغل هالنجاح الكبير للمسلسلات الهنديه بالمنطقه. وقف لو سمحت شوي، فيك تدلني على بيت السيد شودري سومرسيت؟ ايه طبعا. هلا باخر فتره خف بريق الاعمال التركيه المدبلجه لانه صارت الطريقه قديمه وبطلت مقبوله عند المشاهد العربي، خصوصا بعد انتشار الانترنت والمواقع، خصوصي بعد ما عرفنا الممثلين الاصليين واصواتهم، حتى اسمائهم وادائهم واصواتهم بالمسلسل خلونا ما عاد نقتنع لو مين ما كان دبلج صوتهم. لهيك اتجهت شركه MBC لتعريب الاعمال التركيه بحيث انه يجيبوا الممثلين ويمثلوا الاعمال، وكان هذا الشيء عن طريق منصه شاهد اللي تابعه لMBC. يعني بنجيب الممثلين السوريين بدل ما نخليهم يدبلجوا بنخليهم يمثلوا وخلصنا، وبنجيب نفس المخرج اللي اخرج ونفس الكاست تبعه ونفس الفريق تبعه ونفس فريق العمل، وبنخليهم هن يصوروا بنفس البيوت وبنفس الحارات وبنفس المطاعم وخلصنا، سدبلج ومبلج. وللامانه انا برايي هذا الشيء واقعي ومقبول اكثر من الدوبلاج، بس انتاج هي الاعمال بكثره ايضا ممكن يضرب سوق ناس عم تشتغل بالدوبلاج، وما بنعرف اذا الدوبلاج راح يطلع من هذا التهديد اللي عم يعيشوا بهي الاثناء. سؤال مهم، ومنشان ما هددكم انا كمان روحوا اعملوا لايك سبسكرايب وابعتوا رفقاتكم خلوني يجوا يدعموني، وضلوا بخير واعملوا شير. اعملوا شير paylaşma yapın abi. Murat abi hadi oğlum kusura bakmayın yani. Allah تبا لك يا ميغيل انخيل دي سوزا لورينزو كامرونيزي. باخر هي الحلقه بدي احرق لكم المسلسل. يمكن وما بدنا ننسى لا حكينا نزلنا حلقه اسمها سبيستون. لا قولها يا حي. واللي كانت بذرة قناة شباب المستقبل. ايش عم تضحك؟ لانه بهذا الموسم في حلقه عن هذا لانه بهي بس انا حضرته للبوكيمون قبل ما تصير سبيستون فعلا. لا ما لها التلفزيون السوري، شيلوا علاقه بلبنان او بالاردن او هيك شيء. لك هلا بنشيلها والله شيلها. شو بعرف يصطفلوا لك عمي. انا بدي صور الحلقه ونام، ما بدي شيء ثاني. ايش قد باقي للحلقه؟ كولوني صار هون، عم تلاحظ علاء عم يطلع كيف شوي عم يطلع؟ يعني بنظر الشركات التركيه المنتجه، يعني بنظر شركات الانتاج التركيه شو 2000 years later. يعني بنظر الشركات التركية أنا فصلت خلاص يروح يبحثوا. بالعكس أنا بدي يعني يبحثوا. شو بدي أقول بالتركي؟ بايلاشم. هذا والله شكلك أنت ما عم تحطه على الأدبي بودكاست. حطه على الأدبي بودكاست يا كرم. كلياتكم بتعرفوا مسؤول لبنان. يا نهاية غير متوقعة. الله بلوت تويست.